تنضم إلينا من الرباط مراسلة الغد فدوى المرابطي. فدوى، ضعينا بتفاصيل أكثر حول تفكيك هذه الخلية الإرهابية، وهل علم أي معلومات حول مخططاتها في المغرب؟ صباح الخير. بداية تجدر الإشارة إلى أن هذه العملية تأتي بعد أقل من شهر على نجاح السلطات الأمنية في تفكيك خلية إرهابية كانت موجودة بمدينة جنوب شرق المغرب. واليوم في الساعات الأولى من صباح اليوم تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية من أيضا تفكيك خلية جديدة تنشط بتفاصيلها. يتعلق الأمر ب5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 22 و 28 سنة، كانوا يخططون أو كانوا على وشك تنفيذ مشروع إرهابي داخل المغرب يستهدف بحسب بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني يستهدف شخصيات وأماكن عمومية، وأيضا كانت تحمل مشروع إرهابي له امتدادات خارج الحدود الوطنية.